3 تغييرات في شعار النادي الاهلي المصري هنتكلم عليهم، وكمان هحكي لكم قصص والله ما سمعتوها قبل كده عن تاريخ شعار النادي الاهلي عبر التاريخ من طقطق لسلام عليكم. معاكم احمد فضل. موسم 2022-2023 حصل تغييرات في شعار النادي الاهلي، زي مثلا ازالة جملة نادي القرن او كلاب اوف كانتري. فظيع في الانجليزي، فظيع. كمان اتغير اللون الابيض في الاطار الداخلي للون الاصفر، واتغير مكان اسم الاهلي بالانجليزي، بدل ما هي تحت بقت فوق. مش بس كده، كمان تم استبدال ال10 نجوم الافريقية بنجمة واحدة كبيرة تحت شعار وتمثل 10 بطولات فوق الشعار، في 4 نجوم كل واحدة بتمثل 10 بطولات محلية. للعلم النادي الاهلي في رصيده 43 دوري محلي، ولكن في موسم 2023-2024 حصل تغيير تاني، وهو تغيير شكل الاطار الخارجي بالكامل من الشكل الطولي لشكل ضلعين متلاصقين بشكل مدبب من تحت، وكمان اتغير لون الاطار من الابيض والاسود والاصفر، وهيبقى باللون الاسود والذهبي بواحده تحت الشعر. الاهلي ما بقاش بيعتمد الكسور، ما تكلمنيش في 11 و12، كلمني بعد كده في ال20 اكسب ال20 احط لك كمان نجمه. نرجع بالزمن لورا في اواخر عام 1917، وبالتحديد يوم 3 نوفمبر تم الاعلان عن اول شعار للنادي الاهلي المصري، وكان من تصميم محمد شريف صبري بيك عضو مجلس اداره النادي. وللعلم محمد شريف صبري كان من اصل تركي، وكان شقيق ملكة مصر الملكة نازلي وخال الملك فاروق. دورت كتير جدا على صورة لأول شعار للنادي الأهلي، ودايما كان بيظهر لي الشعار ده، ولكن رأيي الشخصي إنه ما كانش ده أول شعار للنادي، لأنه في الوصف دايما كان بيتقال إنه شكل دائري، ولأن عام 1917 ما كانتش مصر تحت الحكم الملكي، واللي بدأ في مصر عام 1922، ولكن مصر كانت سلطنة. في ناس كتير ما تعرفش إن مصر من عام 1914 لحد عام 1922 كانت سلطنة مصر، وبعد كده تحولت لمملكة مصر. لقيت الصورة دي في ويكيبيديا لوصف أول شعار للنادي الأهلي، كان دائري مزين بالهلال و3 نجوم او نجمه، ومكتوب الاهلي للرياضه البدنيه. الصوره دي اقرب حاجه ليه. للعلم ده علم مصر في الفتره ما بين 1882 حتى عام 1922، خلال الخديويه المصريه والسلطنه المصريه، وعشان كده الاهلي تبنى اللون الاحمر منذ تاسيسه لحد دلوقتي. نرجع تاني للشعار ده اتعمل ازاي، وهل هو ده كان اول شعار فعلا؟ حقيقي انا دورت كتير جدا ما لقيتش معلومه اكيده. نمشي بالزمن لحد عام 1952 مع ثوره الضباط الاحرار ونهايه الحكم الملكي في مصر، تم تغيير شعار النادي الاهلي للشكل ده، وتم رفع التاج بسقوط المملكه المصريه واعلان جمهوريه مصر العربيه، وتم الاكتفاء بالنسر وتبديل التاج بكلمه النادي. تعدي الايام وتمر السنين لحد عام 2007، العام المئوي للنادي الاهلي، والاحتفال بمرور 100 سنة على تأسيس النادي الأهلي، واللي تم إنشاؤه في 24 إبريل عام 1907. تم تغيير شعار النادي الأهلي للشكل ده. طبعا ده كان تغيير جذري وعصري في شعار النادي الأهلي، وإضافة اسم الأهلي باللغة الإنجليزية، وإضافة جملة نادي القرن، وإضافة النجوم الأفريقية تحت الشعار. والشعار ده كان بالاحتفال بمرور 100 سنة على إنشاء النادي، وكمان إنشاء قناة النادي الأهلي. طبعا الشعار ده هيكون خاص بفرقة الكورة بس، ده اللي طلع من جوه النادي الاهلي، ان الشعار الجديد هيكون خاص بفرقه الكوره بس، يعني بقيه الفرق الجماعيه مفيش، الشعار مش هيتغير. الشعار الرسمي للنادي الاهلي برضو مش هيتغير، ولكن هو التغير هيكون على تيشيرت الكوره بس. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعمني بلايك او فولو. انتظروني في حلقه جامده جدا هحكي لكم عن تطور تيشيرت النادي الاهلي عبر التاريخ من طقطق للسلام عليكم.